السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنفتح مع بعض ونجرب ساعة من الساعات الذكية الاقتصادية، وهي ال QCY GT سمارت ووتش. الساعة اللي بتجمع بين السعر المناسب والمميزات اللي بيحتاجها أي مستخدم يومي أو رياضي. خلينا نشوف. الساعة بتيجي في بوكس بسيط مكتوب عليه مواصفات الساعة، اللي منها شاشة مقاسها 1.43 من الإنش من نوع أموليد، مقاومة للمية بمعيار IPX8، فيها ما يقارب من 100 وضع رياضي ومراقبة للوضع الصحي. من الجهة الخلفية للبوكس هنشوف جزء بتخربشه زي كارت الشحن، بيطلع لك كود، بتدخل الكود في الموقع وقتها تعرف الساعة اللي معاك أصلية أو لأ. موجود فوق ال QR كود الخاص بالأبليكيشن، وعلى يمينه السيريال نمبر الخاص بالساعة، ويخلص الظهر على كده. ننتقل بعد كده لفتح البوكس، وأول ما هنفتح البوكس هنلاقي الساعة نفسها مع شاحن مغناطيسي وكتالوج الاستخدام، كتالوج فيه شوية تعليمات والكيو ار كود الخاص بالابليكيشن للساعة. وشحن الساعة هنا مغناطيسي ببنات مش وايرلس عشان ما يرفعش درجة حرارة الساعة وقت الشحن. البساطة هنا واضحة، مفيش اكسسوارات كتير، لكن كل اللي محتاجه موجود. نيجي بعد كده للتصميم، واللي يعتبر واحدة من أقوى نقاط QCY. الشاشة هنا أموليد، ألوانها مشبعة وبتكون واضحة جدا تحت أشعة الشمس. الحواف رفيعة إلى حد ما، وده اللي يضيف عليها طابع عصري وأنيق. جسم الساعة خفيف جدا ومريح على الإيد حتى مع لبسها لفترات طويلة. الاستراب سيليكون عملي، بينفع للرياضة والاستخدام اليومي. نيجي بعد كده للكراون، اللي تقدر من خلاله تبدل بين خلفيات الساعة، واللي بالمناسبة يعتبر حاجة من الحاجات المرضية جدا في الساعة، بالميكانيكال موفمنت بتاعته اللي بتقولك انت دافع بتاع 4000 جنيه مش دافع 1500 بس. تعالى بقى اخدك في اقل من دقيقة افرجك على كل الاوبشنز اللي في الساعة، وفي الاخر نبص عليهم بالتفصيل. اول حاجة الرياضات، التمارين اليومية، تسجيلات الرياضات بتاعتك، وضع الطوارئ. بعد كده المكالمات، معدل ضربات القلب، النوم، تشبع الدم بالاكسجين، الطقس، حالة الجو، الموسيقى، الرسائل والمنبه، الاسترس والمود، معدل التنفس، مقياس التنفس، بعدين ألعاب ومساعد صوتي وتول بوكس وإعدادات، ومن بعدهم مود خاص بالبنات. نرجع لهم بقى بشيء من التفصيل. وأول حاجة الوضع الرياضي، واللي بتلاقي فيه شتى أنواع الرياضات، من جري، المشي السريع، المشاية، تسلق الجبال، ركوب الدراجات، نط الحبل، اليوجا، كرة السلة. ومش بس كده، في الآخر اوبشن بيظهر لك كل أنواع الرياضة. بعد كده الديلي اكسرسايز، اللي بيسجل لك الخطوات والمسافة اللي قطعتها وعدد السعرات. بعد كده ريكورداتك، وأنا ريكورداتي بتتكلم عني. بعدين وضع الطوارئ، وبتظبط إعداداته من الأبليكيشن في الموبايل. وضع الاتصال، اللي بيتيح لك استخدام كيبورد تتصل بالأرقام بنفسك، أو بعد كده تتصل من خلال سجل المكالمات أو أرقام أنت مسيفها بنفسك. والساعة بتسمح لك تخزن حوالي 100 اسم، والسويتش منه بتفتح البلوتوث أو تقفله. رصيدك خلص، بس الكلام لسه مخلصش. اضغط 1 عشان ترن لأي رقم، أو 2 لخدمة كلمني شكرا ب10 قروش. الهارت ريت، اللي بيسمح لك بقياس عدد ضربات القلب في الدقيقة، لكن ده بيتطلب إنك تكون لابس الساعة من خلال سنسورز موجودة في ظهر الساعة، حقيقية وبتطلع أرقام مظبوطة. كذلك النوم، وكذلك أكسجين الدم. بعد كده الطقس من خلال لوكيشن، وضع الميوزك اللي بتتحكم من خلاله في الموبايل،
وفي زرار تحت تختار اما الصوت يطلع من الموبايل او من السماعة، وصوتها بالمناسبة ممتاز. بعد كده الرسائل، المنبه، المود، ووضعية التنفس، ودول بيتطلبوا لبس الساعة وأرقامهم منطقية وحقيقية. وضع الألعاب، وفيه لعبة يتيمة واحدة. المساعد الصوتي، وبعد كده التول بوكس اللي موجود فيه ستوب واتش، تايمر، وأوبشن ترن على الموبايل لو مش لاقيه، فلاش، تحكم بالكاميرا، وآلة حاسبة. بعد كده الإعدادات اللي من خلالها تغير الثيم وتشغل always on display، وتتحكم في الإضاءة والصوت والفايبريشن واللغة، وتعمل باسورد للساعة. نيجي لنقطة البطارية، والبطارية هنا فوق الممتازة بالنسبة للفئة السعرية اللي موجودة فيها الساعة. مع الاستخدام العادي تقعد من 5 ل7 أيام، ولو استخدمتها بشكل خفيف ممكن تعدي ل10 أيام مستريح. تتشحن في وقت بسيط باستخدام الشاحن اللي جاي معاها في العلبة. كل ده تقدر تعمله بعد ما تربط الساعة بالموبايل عن طريق البلوتوث، وتفتح الابليكيشن عشان تلاقي كل الداتا بتاعتك متسجلة ومحفوظة. بعد كده تقدر تختار من مجموعة كبيرة جدا من الخلفيات اللي تقدر تستخدمها للساعة أو تستخدم صورة من اختيارك. وأخيرا Option Find My Watch اللي تقدر من خلاله ترن على الساعة لو بعيدة عنك أو مش لاقيها. الخلاصة اللي أقدر أقدمها لك إن ساعة QCY GT بتقدم مواصفات كويسة بسعر اقتصادي، شاشة كبيرة، شاشة واضحة، مكالمات بلوتوث، بطارية محترمة، متابعة صحية ورياضية. لو بتدور على ساعة ذكية تجمع بين الشكل والمميزات والسعر المناسب، فالQCY تستحق التجربة. بس كده، وأشوفكوا في ريفيو جديد. سلام.